السلام عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا المحنشه اللي بواحد الشكل اللي هو زوين وراقي وفي نفس الوقت لذيذه بزاف، ومقادير اللي هما بساط. بالنسبه للناس اللي كيدعموني دائما كنشكرهم، والناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي الا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب واشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. انا هنايا درت محنشه صغيره اللي كفات من 4 الناس حتى 6 الناس، وان شاء الله في صندوق الوصف غنخلي لكم المقادير بالنسبه للمحنشه اللي كتكفى 10 الناس حتى ل 12 واحد. كيف ما شفتوا هنايا عندي نص دجاجه اللي غسلت ديجا ومرقداها. عندي التوابل. بالنسبه للتوابل عندي هنا معلقه صغيره الملحه، نص معلقه ديال الابزار، راس معلقه صغيره ديال السودانيه الهريسه، تقدروا ديروا حتى نص معلقه، 3 الفصيصات ديال الثوم، واحد معلقه صغيره تكون عامره ديال التوابل ديال الدجاج مقلي، عقلوا عليها، 4 كاس ديال الزيت البلديه وكاس ديال الماء. اول حاجه غادي ناخذ طنجره ديالي غندير فيها الدجاج كيف ما شفتوا. انا هنايا كيف قلت لكم قياس نص دجاجه اللي فيها 2 كيلو. غندير التوابل كاملين كيف ما شفتوا، وغادي نحك الثومه ديالي. من بعد غادي نضيف داك 4 كاس ديال الزيت البلديه، تقدروا تعوضوه بالزيت الروميه، المهم انايا عندي متوفره داكشي علاش درت الزيت البلديه. غادي نحاول نشرمل الدجاج ديالي بهذيك القامه، وغادي نزيد عليها داك الكاس ديال الماء. غادي نغطيهم وغادي نديرهم فوق عافيه اللي تكون مهيله، كنقول لكم عافيه مهيله يعني عافيه الشمعه، وغادي نخليهم يطيبوا. ندوزو دابا الجزء الثاني ديال المقادير. عندي هنايا 250 غرام ديال لي زيبينار، تقريبا واحد 2 قبيطات ديال لي زيبينار اللي كناخذ لهم انا غير الوراق، يعني كناخذ غير الوريقات ما كناخذش دوك الريوس التحتانيين. غادي نحتاج هنايا واحد البصله، واحد معلقه كبيره الزبده، راس معلقه ديال الملحه، راس معلقه ديال الابزار، 3 فصيصات ديال الثوم. عندي هنا واحد البصله كبيره مشلضه. بالنسبه للبصله من الافضل تستعملوا البورو او لا البصله بيضاء، انا ما متوفرش عندي علاش استعملت هذه البصله. غادي ناخذ لي زيبينار ديالي غنقطعهم بهذا الشكل، ماشي ضروري نقطعوهم رقيقين، نقطعوهم غير بهذه الطريقه، نقطعوهم كاملين. من بعد غادي ندوز ناخذ الكاسرونه ديالي، غادي ندير فيها واحد المعلقه ديال الزبده، تقدروا تعوضوها حتى هي بالزيت الروميه او الزيت البلديه حتى هي كتجي مزيان، ولكن الزبده كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين. غادي ندير معلقه ديال الزبده، غنضيف البصله غنخليها تشحر حتى تطيح. من بعد غادي نضيف عليها لي زيبينار، غادي نخليهم حتى هما تيطيحوا. ملي يطيحوا ليا دوك لي زيبينار غادي نحك 3 الفصيصات ديال الثوم، وغادي نزيد الملحه والبزار. الملحه والبزار ما تقوموش في هذه المرحله. اول حاجه عندنا الاقامه في الحشوه ديالنا اللي غادي نخلطوا معاها هاد لي زيبينار، وفي نفس الوقت كما كنعرفوا ان لي زيبينار كيكونوا مالحين. هاد الاثناء طاب ليا الدجاج ديالي كيف ما شفتوا، غادي ندوز نحيدو. غتبقى عندي واحد المريقه مرغيه، غادي نفرتت فيها داك الدجاج اللي عندي. الدجاج فرتوه بحال غادي تصوبوا البسطيله، يعني فرتوه شويه رقيق ماشي تخليوه عاوتاني طريفات كبار. صافي غادي نفرتو كامل وغادي نردو في هذيك المريقه. من بعد ما غادي نردوه هنا مشى ليا التصوير، غادي نشحرو، يعني غادي نشحرو حتى كيشرب ديك الميها تماما، ما كتبقاش فيه النقطه ديال الماء منه، كيشرب ديك الاقامه، وفي نفس الوقت كيجي كيحيد لينا داك الماء باش ما يخسرش لينا الحشوه ديالنا ويسرد لينا الورقه ديال البسطيله. كيف ما شفتوا انايا هنايا راني كنت شحرته مزيان حتى تصفى. غادي نضيف لي زيبينار والبصله اللي تا هما تشحروا، وهنايا غادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال الجبن، وغادي نزيد واحد تقريبا 50 غرام ديال الفرماج احمر، حتى هي غادي نحكها تزيدنا واحد اللذه لهاد الحشوه. هاد الثانيين علاش ما درتهمش في المقادير الاساسيه حيت اختياريين، تقدروا تحتفظوا بالحشوه بحال هكا كتجي لذيذه وكتجي رائعه. كان متوفر عندكم الجبن ومتوفر عندكم الفرماج احمر ضيفوه، علاش لا، كيزيدنا واحد التليكه وواحد المذاق زوين في الحشوه ديالنا. دابا غندوزو المرحله اللي غادي نصوبوا فيها المحنشه ديالنا. انا هنايا خديت الورقه كبيره دهنتها غير
بهذا بالزيت. تقدروا ديروا الزبده، انا دهنتها بالزيت بصراحه جات مزيانه. هي ديروا واحد الدهنه خفيفه باش ما يجيش ميدم بزاف، حيت انا عندي هنايا الورقه ديال البخار. كيف ما كتعرفوا الورقه البخار كتكون ناشفه، ضروري ما ندهنوها. صافي كندير واحد البودانات بهذا الشكل وكنسدهم بالبيض ديال البيض. كيف ما شفتوا كنقطع الورقه على جوج، كنحط الحشوه ديالي بهذا الشكل، ودائما نحط هذوك البودانات قدامي باش نمشي على نفس العبار. صافي كندورهم من الجناب كيف ما شفتوا هنايا راه خديت العبار. صافي وكنبدا ندور وكنسد بالبيض ديال البيض. كنظن ان الطريقه واضحه. انا هنايا غنعاود لكم كيف ما شفتوا كنقطع الورقه على جوج بهذا الشكل. صافي وكناخذ النص ديالها. صافي كندهن بالزيت واحد شويه بالزيت. صافي كنحط الحشوه ديالي. صافي وكنبدا ندور كنعبر. كناخذ العبار يكون نفس العبار، يعني يكون عندهم نفس العبار. كندور من الجناب كيف شفتوا بهذه الطريقه. صافي وكندور البودانه ديالي وكنسدها بالبيض ديال البيض. غنستمر حتى نكمل الورقه ديالي كامله. انا هنايا احتاجيت نص كيلو ديال الورقه، كفاتني في هاد البسطه اللي قلت لك صغيره. يعني الا درتو بسطه كبيره غادي تحتاجوا كيلو ديال الورقه. غادي ناخذ واحد الزليفه كيف ما شفتوا، غادي نشد بها القاع، وغناخذ واحد الاطار بهذا الشكل اللي غنشد به العبار. كنبدا بوحده في هذه الجهه، وفي الجهه اللي قدامها كندير الجهه المعاكسه. كنبدا نزيد وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا حتى كتشكل عندي دائره بهذا الشكل كيف ما شفتوا. غادي نقرصها مزيان ونقادها. صافي من بعد غادي ناخذ البيض ديال البيض وغادي نبدا نلصق في الجناب. يعني كنهز واحد البودانه وكنلصق بشويه بشويه في الجناب غير باش ما تحلش ليا المحينشه ديالي. بالنسبه للطياب ديال هذه المحينشه، انا شعلت الفران ديالي على 160 درجه غير من التحت، خليتها حتى شدات في راسها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد شعلت عليها الفوق حتى خليتها حتى طابت وتحمرات. الناس اللي عندهم الفران ديال الغاز يشعلوها على افيه اللي تكون متوسطه، يخليو المحنشه ديالهم طيب من التحت، من بعد يهبطوها يطيب من الفوق، من بعد يهبطوها لتحت ويخليوها حتى تحمر ويخرجوها. انا هنايا حيت هذاك الجبيبنه حيت كانت عندي عامره بالصفر ديال البيض، وغادي نعوضها بواحد الجبيبنه صغيره اللي كتدخل للفران. تقدروا ديروا حتى هذوك القطعات ديال الحلوى ديال الحديد حتى هما كيجيو مزيانين. غندوز دابا المرحله ديال التزيين. غناخذ واحد الوريقه ديال البسطيله، غادي نقطعها بالمقص بحال هكا، غادي ندورها ونقطعها بالمقص. غنخلط معها داك الصفر ديال البيض اللي بقى ليا من البيض ديال البيض، غنديرها في واحد الجبيبنه اللي دهنت بالزبده ورشيت عليها دقيق باش ما تلصقش ليا. صافي وغنشكلها بحال الشكل ديال الشيش ديال البيض. هنايا ملي كتبان ليا المحنشه ديالي بدات كتحمر، غادي نخرج هادشي كلشي في اطار التزيين. الا ما بغيتوش وتخليوها عاديه خليوها كيف ما بغيتو. غادي ندوز غادي نخرجها، غادي نبدا ندهن بودانه لا باش تجينا ديك الزويقه، باش يجيو داك الخطيطات، واحد في الكحل وواحد في الذهبي. صافي غادي ندهنها ومن بعد غادي نردها الفران حتى طيب وتكمل الطياب ديالها. يكون هذا هو الشكل ديالها كيف ما شفتوا، كتجي محمره وكتجي زويونه. غادي نحيد هذيك الجبيبنه اللي كدير الوسط بهذا الشكل. صافي غندوز غادي نفرش عليها، غندير لها غير شويه تاع الخس من الجناب كيف ما شفتوا. هي الصراحه راه مكمله التزيين ديالها في الطياب ديالها. غندير شويه ديال الخس من الجناب. غناخذ داك العشيش اللي صوبت معكم بالصفر ديال البيض والورقه، انا حاول نديرو الوسط ونضغط عليه مزيان باش ياخذ بلاصتو باش ما يبقاش يعاود يتحرك. كنزينوها بشويه ديال البيض ديال السمان. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المحنشه ديالي. كتجي رائعه، كتجي لذيذه في المذاق. نتمنى ان شاء الله تجربوها ليكم او لضيافكم. كيف قلت لكم ان شاء الله غنخليكم في صندوق الوصف المقادير اللي كيكفاو 10 ديال الناس. والله لقينا في ساعه الخير مع فيديو مقبل ان شاء الله.